معنا ضيف أجندة هذا المساء رسام الكاريكاتير حمدي أحمد، وهو يعمل بملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام. أهلا وسهلا. يعني تحدثنا عن جائزة الكوثر وكأن الكلمات تأتي لكي تنقض على الجائزة، لنعرف كيف أخذتها وعن أي الأعمال أخذتها. أنا اشتركت في مسابقة الكوثر اللي هي في تونس. كان موضوع المسابقة عن دور المرأة، العوائق التي تحول دون تحقيق المرأة لقراراتها وكده. واشتركت فيها بلوحة، والحمد لله خدت الجائزة الثالثة على مستوى العالم. طيب معلش مرة تانية، يعني ما هي القرارات التي يقف بينها حائل بالنسبة للمرأة؟ يعني هو في حاجات مثلا بتختص بالأسرة والعادات والتقاليد اللي بتبقى موجودة في الأسرة العربية خاصة عامة، والمصري بشكل خاص. زي قرارات الأب، زي عدم المساواة، زي حاجات كتير قوي. أنا كلمت في اللوحة اللي رسمتها عن الزواج المبكر، وعبرت فيها بطفلة في الفرح، يعتبر طفلة يعني عروسة صغيرة، وفي وسط الفرح وكده بتهجم على عروسة مع طفلة صغيرة من المعازيم. فهي دي اللي فازت بالجائزة الثالثة. يعني لكن حمدي، يمكن هو مش ده هو الواقع العربي بشكل عام، هو واقع يقع في بعض يعني فئات معينة من المجتمعات العربية، وليس بالصورة يعني بحجم كبير يعني لكن خلينا نتحدث في مسألة هامة وهي خاصة بفنان الكاريكاتير. فنان الكاريكاتير الآن في الوطن العربي يعني أعماله أصبحت محل اهتمام. كيف يتعامل فنان الكاريكاتير مع الواقع العربي الاجتماعي المعاش، وهل عندما يتعامل معه يأخذ حقه؟ هو فنان الكاريكاتير هو يعتبر مرآة لمثلا الجيل اللي هو عايش فيه. يعني مثلا رسام الكاريكاتير الشاب هو مرآة للجيل الشباب، بيعبر عن كل اللي بيدور بألسنتهم وفي عقولهم بقدر المستطاع. هو بيحاول يقول كلمته من خلال رسم دمها خفيف، بتوصل للقلوب بشكل أكبر. لكن الفنان الشاب في مصر هو بيحتاج لوقفة من الناس، ناس بتاخذ بايده ويوقفوه بر الامان. لكن يعني هل يجد فنان الكاريكاتير تقديرا اجتماعيا يليق به كفنان وكمبدع؟ طبعا بيلاقي فعلا، بيجد انا بشوف ده من خلال التعليقات والاراء اللي بتتقال بعد ما يتنشر لي كاريكاتير. بلاقي اصدقائي مبسوطين جدا. الناس في كل مكان بتتكلم عن كاريكاتير معين، ممكن اكون انا اللي عامله، وابقى سامعهم بيتكلموا عنه وابقى سعيد طبعا. هناك امور كثيره يستطيع فنان الكاريكاتير ان يرصدها في المجتمع في هذه الايام. اليوم مثلا يعني ماذا رصدت وماذا تفكر في ان ترسم؟ هو الفترة اللي فاتت أنا يمكن كان ليا معرض كمان في نقابة الصحفيين، كان معرض سياسة. طبعا رسام كاريكاتير شاب أكيد برضو ليه آراء سياسية، وعرضت فيها لوحات سياسية بتخص الموقف الأمريكي العراقي والموقف الصهيوني الفلسطيني. لماذا استخدمت كلمة صهيوني؟ صهيوني لان هو ده الواقع، ان احنا مالناش دعوه باليهود او كده، لا احنا لنا دعوه بالصهاينه والاسرائيليين بمعنى اصح. لان هم فعلا بيعملوا حاجات مفيش حد يرضى عنها ابدا. حمدي أحمد رسام الكاريكاتير بملحق أيامنا الحلوة، احنا بنشكرك في نهاية هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، نواصل معكم فقرات الأجندة بعد هذا الفاصل القصير.